القوانين مين بيحب يمشي عليها؟ مش انا طبعا. فسألت نفسي لو انا عندي 24 ساعة اخالف فيها القوانين براحتي هعمل ايه؟ قبل ما ابتدي الفيديو ده سألت مدير اعمالي والمحامي بتاعي لو ممكن اعمل الفيديو ده ولا لا. شريف هو انا هيحصل لي حاجة لو خالفت 100 قانون النهارده؟ ما ينفعش. وقال لي عادي. فيلا نبتدي الفيديو. انا واحمد هنخالف 100 قانون في 24 ساعة. هنخالف ايه يا عم؟ استنى بس، البوكس ده كله فيه قوانين هنخالفها. اول قانون معانا هنخالف ايه؟ استنى بس. اول قانون في فرنسا في المدارس ما ينفعش تحط كاتشب على البطاطس عشان العادات والتقاليد بتاعتهم. يلا نروح نعمل. مش هعمل حاجه. لا هتعمل. لا. المهم دلوقتي جبنا البطاطس والمفروض انا معرفش ليه يتعذبوا من متعه الكاتشب في البطاطس. يعني ليه بيعملوا كده في الاطفال؟ المفروض في المدارس في فرنسا غير قانوني او الرولز بتاعتهم ان ما ينفعش تحط كاتشب على بطاطس، بس احنا بنخالف القوانين وعملنا عكس كده. هتبدا انا ولا تبدا انت ولا انا انت مع بعض؟ لا ابتدي انت، انا عارف الحركات دي. ابتدي انت. هو اللي هيخالف القواعد الاول. القانون يا نهار ابيض، حاسس بايه؟ طعمها احلى صح؟ بعد لما عرفت ان هو اللي انت بتخالف القانون أيوة طعمها بقى احلى صح؟ ايه ده، عايز اجرب كده. ايه ده؟ ما بهزرش والله، احلى وانت بتخالف القانون كده صح؟ واحنا بنخالف القانون. والكاتشب طعمه غير. ايه الهبل ده؟ ماشي دلوقتي هنشوف قاعده ثانيه. انا وانت دور مين؟ دورك تختار. ماشي. تفتكروا هيطلع له ايه؟ هنشوف. في سنغافورة ما ينفعش تاكل لبان. ايه ده؟ ما ينفعش نمضغ لبان في سنغافور؟ ازاي ده؟ طب بقول لك ايه، خليك هنا ثانيه واحده. ما دام ده حاجه غير قانونيه خليك هنا ماشي؟ هكلم حد بس واجي لك على طول ماشي؟ يلا بينا. هنتقابل تحت. ماشي هقابلك تحت. ماشي. مفيش حد ورايا ما تخافش. ماشي هقابلك تحت. يلا. ماشي. عامل ايه؟ لا اخبار معاك الحاجه؟ ماشي خد. ايه يا عم انت شايف ايه؟ يا عم مالكش دعوه. بص خد ده كله بس. تعرف ان احنا كده دلوقتي بنعمل مخالفه اللي انت قريتها. طعمها حلو. ازاي دي مخالفه؟ مش عارف البان عادي. تفتكر الناس هناك ريحه بقها وحشه بقى؟ اكيد. على كده. كويس هي القانون ده جه بعد الاكل. كملوا الفيديو لحد الاخر عشان قوانين هتبقى اغرب واغرب، في حاجات غريبه هتحصل. اتفرجوا على الفيديو لحد الاخر ويلا على القانون اللي بعده. يلا بينا. دلوقتي هنختار تاني قانون. احمد المره دي هو اللي هيختاره. فدلوقتي يا رب يبقى حاجه او كده هو اللي هيعمله. فماشي اقراه كده. في ألمانيا ممنوع تعمل حرب مخدات في المكان العام. انا نفسي اعرف مين بيحط ايه اللي حصل عشان القانون ده يتحط يتعمل. اكيد حد ما بيحبش الهزار صح؟ يلا بس تعرف مين اللي هيعمله؟ انت اللي هتخالفه. لا يا عم لا ماليش دعوه، ده دورك. يا جماعه خلاص. اسمك ايه؟ محمود. عالمي محمود والله. انتوا تعرفوا انتوا كده خلفتوا قانون موجود في المانيا؟ انتوا اتنين حرب مخدات موجود. يعني انت لو سافرت المانيا خلاص هموت. هيسجنوك خلاص. ماشي احنا بنصور بقى محمود. فعالمي حبيبي. بقول لك ايه، وانت حسيت باحساس حلو؟ احساس فظيع. اهلا والله العظيم. انا عايز اجرب. عايز اجرب. يلا هروح لحد تاني. اهو هو ده. خد يا عم هنعمل حرب مخدات. انت بينشن على الراس يا عم. علمي خلاص انا اسف. ده بيضرب جامد قوي يا عم. ماشي اسمك ايه؟ حبيبي يا احمد والله. تعرف ان احنا كده خالفنا قانون في المانيا حرب المخدات في مكان عام، بس عادي يعني لو سافرت اظن عادي.
هيسيبوك. ايه رايك؟ فعلا الاحساس حلو قوي. طلعت الغل اللي جواك. صح. يلا على اللي بعده. في قانون في اليونان بيقول ما ينفعش تغسل عربيتك اللعبه في مكان عام، فروحنا عشان نعمله. احنا دلوقتي رايحين عشان نغسل عربيه لعبه في مكان عام، ده القانون اللي جاي. ما اعرفش ليه كندا عامله القانون ده، حاجه غريبه قوي صح؟ هو ده ماشي في الطريق ده ولا؟ طب احتمال اعمل اخالف قانون حقيقي واخبط الراجل ده يا عم. بس واحنا رايحين قلنا نعمل شويه قوانين. هات يا احمد اخد قانون اخالفه دلوقتي حالا. ماشي. في ماسوري امريكا ما ينفعش تحلق وانت سايق. هو الصراحه دي حاجه طبيعيه، اخيرا اول قانون طبيعي طبيعي ظهر. احنا هنخالفه دلوقتي. فهات ايوه. ايه ده؟ على طول. ده هي معاك ولا ايه؟ ماشي. المهم احلق دقني. انا ما اعرفش الشعر ده هينزل فين بجد. المهم احلق دقني وانا سايق. انا بحلق كويس. ثانيه انزل ابص على المرايه. لو خبطت حد هقول له ايه؟ هقول له ايه مثلا؟ انا كنت بحلق معلش. ماشي. يا نهار ابيض. الراجل بس شفت رد فعله؟ يا نهار ابيض. هتكمل في البيت طيب؟ لا خلاص ما دام بدات لازم اخلص بقى. ماشي اظن كده حلو صح؟ شكله حلو؟ تمام. ماشي. دلوقتي نشوف قانون تاني نعمله. يا رب حاجه عاديه. في المكسيك ما ينفعش تسوق وانت حافي. ايه ده اللي انا بعمله دلوقتي حالا؟ انا سايق وانا حافي. ويا جماعه احساس غريب قوي بجد يعني. مشمر البنطلون. مشمر. بصوا يعني. يعني اغرب حاجه عملتها في حياتي بجد. مثلا اصعب وانت حافي وبتسوق عن وانت سايق عادي يعني بجزمه. دي حاسه بسوق بصوابع رجلي كده، ما اعرفش بدوس بصوابع رجلي كتير فاهم. ما اعرفش ليه متحمس ان انا بخالف القوانين كده صح؟ احلى حاجه. بس حاسس ان انا عايز اخالف قانون حقيقي. لا بلاش. يلا نكمل كده. حلو قوي. نلحق نعمل قانون في العربيه قبل ما نركن. ايوه بنركن دلوقتي. اوكي. ايه في نرويج ما ينفعش تسيب عربيتك دايره على الباركينج وتسيب العربيه. فده اللي احنا هنعمله دلوقتي. بس انا عايز البس الجزمه عشان انا بجد الاحساس غريب قوي وانا حافي كده. البس الجزمه بعد كده نطلع ونسيب العربيه دايره. وبالتالي دي اصيع حاجه عندهم عشان هم بيمشوا على القوانين، فقالوا يعملوا قوانين زياده غريبه بقى فاهم. ماشي كده عملناها على الباركينج. فيلا بينا نطلع ونشوف اللي هيحصل. هل حد هيجي يقبض علينا ولا لا؟ اهو يا عم. انت حاسس باحساس غريب كمان اهو. بص وريهم كمان سايبين البيبان مفتوحه كل حاجه. احنا كده فاهم عملنا حاجه اكسترا. حاجه زياده اللي احنا حاجه قانون زياده. بهدلنا القانون خالص فاهم. بقول لك ايه، هو احنا لو سافرنا البلاد اللي احنا عمالين نخالف فيها القوانين هيمسكونا لو شافوا الفيديو ده؟ ممكن. ربنا يستر. بس يلا نروح نكمل مخالفات قوانين كتيره. انت حاسس باللي انا حاسس بيه؟ احساس حلو. يلا بينا نروح عشان هنغسل عربيه لعبه في مكان عام. ماشي. هي دي العربيه دي اول عربيه في حياتي مركونه هنا بقالها اكتر من 10 سنين، فعشان كده فعلا محتاجه تتغسل. فانا هشيل بقى الحاجات اللي فيها. انا ابيض متبهدله خالص. يلا بينا ناخدها عشان نغسلها. اهي بقى العربيه. ايه يا عم القرف ده؟ يا عم اعمل ايه؟ العربيه دي بقى لها 10 سنين فوق، فكانت بتاعتي وانا صغير. المهم نجيب الخرطوم وهنغسلها. هشغله ماشي. احنا دلوقتي في مكان عام، فاظن كده القانون صح. في مكان عام وهنغسل عربيه لعبه. انا ما اعرفش ايش معنى. يلا نغسل العربيه. انا هو بقى لها كتير قوي. يعني بص متصديه من جوه ومتبهدله. ماشي دلوقتي ده كده بيفور. تعالوا نشوف اللي هيحصل افتر. ماشي. هات انا شويه الكاوتشات. يا عم انت نسيت الكاوتشات. ماشي. من جوه متبهدله. بص من جوه عامله ازاي. ماشي كده اظن ظبطنا كل حاجه. بقول لك ايه بص نتفت قوي. ها جامد. بس بص في ميه كتير قوي هنا عايزين ندلقها. ده في بحيره جوه بص. يا نهار ابيض. بص لونها عامل ازاي من كتر التراب. يا ترى بقى البطاريه دي شغاله؟ ايه ده؟ صح انا نسيت ان العربيه دي ببطاريه. انا غسلت البطاريه. يا ترى بقى تشتغل بقى ولا لا؟ هو ما اظنش اصلا اللي هي كانت شغاله عشان بقى لها 10 سنين، بس مش عارف. يلا نرجعها. ايه ده؟ بقول لك ايه الهبل ده؟ بقول لك ايه دي نورت.
ايه ده؟ هي ملبوسه؟ مش عارف يعني. احنا اصلا بص الاسلاك مقطوعه وحطينا ميه عليها ونورت من ورا، فمش عارف يعني بقى لها 10 سنين عندي، فانا مش عارف ازاي لسه شغاله اصلا. المهم هنطلع دي ويلا نكمل بقيه القوانين. بعد كل المخالفات دي انت حاسس بايه؟ مبسوط ده. المهم قانون كمان نخالفه. انا خايف انا مش عارف هيطلع ايه. ماشي. في كندا ما ينفعش تشتري حاجه بكوينز بس. بقول لك ايه جامد عمر، انا متحمس للقانون ده. تفتكر يا عيني على اللي احنا نشتري منه هيضايق قوي. صح؟ اقسم بالله هفضل جنيه. يلا بينا. ماشي يا جماعه دلوقتي معايا الفكه، يلا نروح نشوف رد فعلهم. ماشي اشتري حاجات مش مقاطعه. هاخد دول. تمام وممكن ده كمان. ماشي كام كده؟ 55. ماشي 1 2 3 4 5. ثانية اعمل ايه؟ طب بعد عايز تكمل؟ كام وصلنا لكام؟ كده 7. 8 9 10 12. تعبت. انا اللي تعبت. 13 14 15. ماشي خلاص اهو قربنا. كام؟ يا 6. 6. ايه ده؟ حطهم فين؟ تاي كده كله 37 مش هيكفي. ها خلاص ممكن اشيل ده. كده كام؟ كده 35. ماشي هاخدها. ماشي شكرا. هنخالف قانون كمان. نقي عشان دوره هو واقراها. في تورنتو كندا ممنوع تتسلق شجره. تتسلق الاشجار. انت بتعرف نعملها؟ تتسلق الاشجار اصلا؟ مش عارف اعملها يلا ازاي نجرب. بالبنطلون ده؟ بقول لك ايه رايك في الشجره دي؟ أنا. ايه رايك في الشجره دي؟ تعال ما اظنش هو بيعرف يتسلق الاشجار، متهيألي عشان قدام الكاميرا فبيقول ماشي. يلا هنشوف هتعمل ايه. تسلقها يعني. هتجيلها منين ولا منين؟ كمل يا عم. هنغير الشجرة. تعالى نشوف شجرة اسهل. اهم حاجة اللي احنا نخالف القانون. ممكن دي سهلة. ممكن. ايوه ايوه تسلقت الشجره كده. احمد خالف القانون. ايوه. ايه ده؟ ثانية واحدة. تعرف ان في السويد ممنوع انك ترقص في مكان طب عام؟ يلا. كده قانونين ورا بعض كده على السريع. يلا على الباقي. جامد. احنا مش هنوقف غير لما نخالف كل القوانين الموجوده في العالم. بس هنخالف قوانين مصريه. لا مفيش الكلام ده. هو سخن بس شويه. شوف قانون كمان في ولايه بنسلفانيا في امريكا. ما ينفعش تلزق حبل على الفلوس وتشده لما حد يجي ياخده. ايه ده؟ بقول لك دي جامده قوي. هنعملها ازاي دي؟ خيط وبلاستر وفلوس. بقول لك ايه، تيجي نروح لنفس الراجل اللي ادينا له كل حاجه كوينز. مش هيطقنا خالص. ده يموتنا. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه هنروح لنفس الراجل ماشي ونعمل معاه الحركه الثانيه. ماشي. عامل ايه؟ معلش دلوقتي معايا مجمد فعايز اشتري الايس كريم ده. اتفضل. ايه ده؟ تهزر معايا؟ بس هزار عادي. هزار بس فاهم. اتفضل. بقول لك ايه، اتكل على الله. في ايه؟ هو تضايق لي بسرعه كده. مفيش هزار هنا. خلاص يا عم بجد اسف بجد. والله بنهزر ونصور فيديو فاهم. مش قصدي حاجه يعني. تاخد الباقي فكه بقى. تسلم حبيبي ادم حبيبي. دلوقتي هنعمل قانون جديد. دور احمد هو اللي يختار الورقه. يا رب يطلع له حاجه صعبه. ماشي. في من امريكا ما ينفعش تنف في مكان عام. انا مش هعمل كده. ماليش دعوه. اهو في ورانا مكان عام فاحنا هندخل دلوقتي وانت ايه ده الورقه دي خلاص. المهم وانت تدخل دلوقتي وهتنف جوه. ماشي. هو ليه اصلا دي تتحط قانون؟ مش عارف، هو المفروض عادي. صح؟ المفروض عادي. انا شايف كده. بس هتعملها بصوت عالي قوي. يلا ندخل ونجرب. اهو المنديل واحنا في مكان عام دلوقتي. يلا.
ازاي ده غير قانوني؟ انا مش فاهم الفيديو ده يا جدعان. عملت كده. يلا نكمل في القوانين الغريبه دي. هو انت تعبت من كتر ما احنا عمالين نخالف قوانين؟ لا صح؟ ما تعرفش أنا الموضوع الحاجات دي. بيحمسني قوي. المهم القانون هو في الهند ما ينفعش تشحت في مكان عام. ده دوري انا. ها ايوه عيش بقى. تعال نشوف حد نشحت منه. في الفيديوهات دايما انا بدي الناس فلوس، عايز حد يديني فلوس بقى، فيلا بينا اي حد نشحت منه. مين؟ حوار صعب قوي. معاك حاجه لله؟ لله؟ اه انت عايز لله؟ هو انا ايه ما محتاجش يعني ولا ايه؟ بقول لك ايه، معاك حاجه لله؟ لو سمحت مش هوقف غير لما حد يديني حاجه لله، ماليش دعوه. معاك حاجه لله؟ عايز حاجه لله؟ خلاص هاخد الكره دي. باي. بهزر. معلش موقفك. معاك حاجه لله؟ معلش فاهم الظروف وبتاع. تروح البلد. اه لا بجد حاجه لله يعني. عايز حاجه لله بس. شكرا يلا. بس تمام؟ لا والله بجد. راح لبنته، فالحمد لله فعلا خالفنا القانون واخدنا منه فلوس الحمد لله. جايز. يلا على اللي بعده. اختار كده دورك. هنشوف. في ولاية فلوريدا أمريكا ما ينفعش تبيع ولادة. استنى، تبيع ولادك؟ هو ده يعني هي دي حاجه اصلا؟ مش عارف. ده المفروض ممكن حد ازاي يعملها؟ القانون ده اصلا؟ طب خلاص بص سيبك انت، او دورك بس انا اللي هعملها. انت عندك ولاد؟ ماشي انا دلوقتي لوحدي خلفت اخر قانون ونجحت فيه. ما تخافوش يا عم، اكيد ما بعتش احمد يعني اظن. المهم في القوانين اللي بعد كده يلا نختار قانون كمان. ماشي. قانون بيقول في سويسرا ما ينفعش تشد السيفون بعد الساعة 10 بالليل. ازاي يعني؟ المهم دلوقتي الساعة 11:05، مش عارف انتوا شايفينها ولا لأ، بس الساعة دلوقتي 11:05، فهندخل الحمام دلوقتي اظن كده ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ كده خالفت القانون؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ المحامي بتاعي بيقول لي ياسين انت عملت ايه؟ وايه الصوت ده؟ اظن محتاج استخبى. ده اخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو اللي بعده.